الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن دالة الحساب، حساب الفرق بين تاريخين سواء بالسنة أو بالشهر أو باليوم. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نعالج مشاكل ال- التاريخ في الإكسل. والنهاردة بنتكلم عن ازاي نحسب الفرق بين التواريخ. وهنا هنستخدم معادلة مهمة جدا اسمها ديت ديف او داتا ديت ديف. الدالة ديت يا جماعة آه، مش موجودة في الاكسل، لكن لما تيجي تكتبها كده بالطريقة دي، تكتب داتا ديت، هتلاقي مش موجودة في المعادلات بتاعة الاكسل. لكن انت لما تيجي تكتبها بايدك هتكتب هنا ديف كده، وهتبدأ تظهر الحاجة بتاعتك. المعادلة دي بتتكلم ازاي؟ بتتكلم اول حاجة لو انا عايز احسب الفرق بين تاريخين لحساب السنين مثلا، هقول اول حاجة start date اللي هو تاريخ الميلاد، وهعمل الكومة بتاعتي. طبعا الكومة او او سيمي كولوم دي حسب النسخة اللي عندك، فانا عندي كومة عادي. هقول اللي بعد كده الاند ديت اللي هي الخانة ب5، وهعمل كومة وهعمل كوتيشن. انا هنا عايز السنة، فهحسب اعمل واي واروح قافل الكوتيشن بتاعي وقافل القوس. هيقول لي الراجل دوت كان تاريخ ميلاده 10/5/1983، وتاريخ النهارده 10/11/2023، يعني عنده 40 سنة. طب انا عايز اعرف عنده 40 سنة وكام شهر وكام يوم. فهاجي هنا برضو هستخدم نفس المعادلة ديت ديف، وافتح القوس بتاعي. هقول له برضو نفس الموضوع start date كوما end date كوما، وهنا بقى هكتب انا عايز سنة وكام شهر. فانا هقول له هنا عديلي السنة، هكتب له واي ام months واروح قافل الكوتيشن. يعني بقول له عديلي كام سنة وعايز كام شهر بقى، يعني عديلي السنة بس عايز الشهور اللي بعد كده. واروح قافل القوس واقول له انتر. يقول لي عنده 40 و6 شهور. هنحسب الايام، يساوي ديت ديف، واروح عامل هنا كده ستارت واعمل الكومة بتاعتي، وهقول له هنا بقى بين كوتيشن عديل المانس وهات لي كام يوم، وكاتب الدي، واقفل الكوتيشن واقفل القوس بتاعي. هيقول لي والله هو عنده ما عندوش، هو 10/5/10/11 بالظبط، مفيش ايام، 40 يوم، 40 سنة و60 شهر. لو جينا هنا عملنا كده سيلكت، هلاقي مثلا 15/8/2011 لحد النهاردة ده عنده 12 سنة وشهرين و26 يوم. 15/6/2013 10 سنين و4 شهور و26 يوم. 40 1/3/1983 عنده 40 سنة. 1/3 40 سنة و8 شهور و9 أيام. 3/11 ده عنده 3/11 عنده 3/11/2000، خلال 2018 مثلا، عنده 5 سنين و7 أيام. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، بس في ملحوظه، بس اهم حاجه التاريخ وانت بتكتبه زي ما شرحنا في ال الحلقه اللي فاتت، ازاي تنسق التاريخ بتاعك بحيث ان انت تخليه مثلا بنفس الفورمات بتاعتك اللي هو يوم شهر سنه، عشان لو كتبته بالفورمات العاديه ممكن ما تقبلش المعادله معاك. فانت تنسق التاريخ بتاعك بحيث انه يكون نفس التنسيق بالتاريخ بالطريقه اللي انت عايزها. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.